حالة صحية جميلة جدا أنه البلد يعيش حالة من الديمقراطية، وخاصة أن الدستور العراقي قد ضمن حق وكفل حق حماية المتظاهرين وكفل حق التظاهر بالمادة 138. لكن تبقى هناك نقطة، هي كيف تتعامل الحكومة مع هذه التظاهرات؟ كيف يتعامل مجلس النواب مع هذه التظاهرات؟ يعني كنا نتوقع اليوم من مجلس النواب عندما استشعر موضوعات التظاهرات، وكان هناك دعم من المرجعية الدينية العليا لهذه التظاهرات، أن تكون جلسة اليوم جلسة خاصة عن هذا الموضوع، رغم أن هذه التظاهرات تأتي دائما متأخرة. طبعا هي دائما تتهم بأن هي ليس وقتها، لأن احنا قاعد كنا نحارب القاعدة، اليوم نحارب داعش، باكر يطلعوا لنا فيلم ثاني وعلى الحطة. بالتالي هذه التظاهرات دائما في نظر المسؤولين والمعنيين هي تظاهرات تأتي في غير زمانها وفي غير مكانها. لكن نحن نقول من وجهة نظرنا أن هذه التظاهرات جاءت متأخرة، لأنه البلد يسرق منذ 12 سنة وما صارت تظاهرات قوية تشعر المسؤول بالخطر، ما صارت هذا الموضوع. الآن هذه التظاهرات رغم أنها جاءت متأخرة ولكنها خطوة في الطريق الصحيح، خطوة نحو التغيير. الأمنيات دائما تقول أنه نرغب أن تكون هذه التظاهرات ليست هي فقط من أجل تغيير وزير الكهرباء أو ما أعرف منه يجيبون وزير ثاني، وزير النفط مدرون يودوا يرجعون. هذا مو هي المشكلة. المشكلة أنه الوضع السياسي العراقي يحتاج إلى تغيير كامل، يحتاج إلى تغيير جذري، وليس تغيير بأشخاص، يروح سارق يجي سارق، يروح حرامي يجي حرامي. مو هي المشكلة. المشكلة نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي. هذا التغيير الحقيقي يخلصنا من المحاصصة، يخلصنا من التوافقات، يخلصنا من عملية القفز على الدستور، يخلصنا من عملية القفز على القانون، يخلصنا من عملية عدم احترام القضاء العراقي. كل هذه الأمور الآن حاضرة بقوة في المشهد السياسي العراقي، ولكن لا ضوء في نهاية النفق في هذا الموضوع غير هذه التظاهرات. لا يوجد لدينا حل. حقيقة قبل قليل ومساء هذا اليوم كان هناك اجتماع للسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. أنا أول مرة أسمع أسمع أكو دولة مانعة على الشعب، محملته من نية. أنت تعرف القذيفة ايش قد سعرها؟ أنت تعرف الصاروخ ايش قد يكلفنا؟ أنت تعرف شو علي؟ أنا مواطن، أنا قاعد أدي واجبي. أنا كنت موظف في القطاع العام أو كنت موظف في القطاع الخاص، أنا من منطلق عملي أنا قاعد أدي واجبي. تجي أنت تريد تحكي على سعر القذيفة، هاي مشكلتك أنت. منزعج من الموضوع، قدم استقالتك وتوكل. ما حد ضربك على إيدك تصير رئيس وزراء. لا تحملون مني على الشعب. أنت تعرفوا هذا كلام العبادي اليوم. تعرفون ايش قد تكلفنا الكهرباء؟ خلي يعرفون العراقيين، كلام للعبادي مو إلي. زين، تعرفوا ايش قد تكلفنا الكهرباء سنويا؟ تكلفنا من 6 إلى 7 مليار دولار احنا قاعد نصرفها من عندنا من الحكومه على الشعب. شنو هاي؟ منين اكو هيك حكي؟ لحد احنا انتم الان قاعد تاخذوا، يقول هاي في حال استحصلنا الجبايه الكامله. مو الجبايه قاعد تاخذوها جبايه ايضا ظالمه جدا. انتم قاعد تاخذون من المواطن جبايه مال 24 ساعه والمواطن ما جاي 12 ساعه. مو هذه سرقه في وضح النهار. وتالي متى يطلع المواطن انتم مانين عليه، تصرفون عليه 7 مليارات بالسنه. مو كنا عايشين في دول الخليج ونعرف كنا عايشين في دول الخليج ونعرف الكهرباء والمي ندفع ما يقارب 100 إلى 150 دولار بالشهر، والكهرباء 24 ساعة والمي 24 ساعة وكل شيء جاهز والمكيفات وكل شيء. شنو هم يطلع الأمير أو الملك في الدولة اللي كنا بيها يقول والله أني قاعد أدفع نيابة عن الشعب؟ كافي كذب على العالم. ثانيا العالم يا دكتور العبادي ما حد قايل لك جيب حرامي يحطهم بالوزارة. ما حد قايل لك جيب واحد زين كان حافي الآن عنده مليارات بلندن وغير لندن. ما حد قايل لك أنت تتستر على الحرامية وعلى اللصوص. كنا نتوقع من السيد رئيس الوزراء عندما سمع بالتظاهرات أن يعقد اجتماع مباشر ويقيل الوزراء الفاسدين. وإذا تطلب الأمر كما يقول، وهو يقول إنه يمتلك الشجاعة الكافية على أن يقدم استقالته. إذا كان هو رجل خلي يقدم استقالته. وهو وزير الكهرباء اللي يقول انه اني اذا شعرت في نفسي، الاخ ابو الجيزرات زين، اذا شعرت بنفسي ان اني ما اقدر اقدم خدمه للمواطن راح اقدم استقالتي. يقدم استقالتك يا غاتي، قدم استقالتك. كافي بوق وكافي حرمانه.
شنو الضحكون على العالم؟ والله احنا نصرف على البلد 7 مليارات، من صارفها؟ من التركه مال ابهاتكم صار فيها؟ مو هذا نفط العراق كله بيديكم، ماكلين الموازنه من هالفتش لهذا الفتش. زين، والمواطن من يطلع حتى التظاهرات احنا عندنا مشكله بيها. اذا تطلع التظاهره بالمحافظات السنيه يصيرون داعش، واذا طلعت بالمحافظات الشيعيه زين عيني، اذا المحافظ من دوله القانون اذا اللي مرتبها المواطن، واذا المحافظ من المواطن اذا اللي مرتبها دوله القانون، واذا المحافظ من التيار الصدري اذا اللي مرتبيها بدر. ونوقع على هالقصه هاي، على هالفيلم هذا. عيب استوحوا على انفسكم، هذا مو كلام، هذا عمليه ضحك على الدقون. تظاهرات طلعت، نريد نعرف شنو نتائج هذه التظاهرات، شنو تفاعل الحكومه؟ الحكومه حتى هذه اللحظه والبرلمان لم يحرك ساكنا. كل الخطوات التي صارت هي عباره عن در الرماد في العيون، وطلعوا لهم اشاعه عن طريق مصادرهم، ما شاء الله هم مسيطرين حتى على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى كله. زين، طلعوا لهم دعايه يقولون والله رئيس الوزراء جمد وزير الكهرباء، ورا ساعتين طلعوا تكذيب. هم يطلعون الكذبه وبعدين يطلعون التكذيب مالتها. يعني المواطن العراقي ترى يعني شاف صدام وشاف حرب ايران وشاف الحصار، يعني مفتش باللبن، يعني ماكو داعي للكذب هذا وضحك على الناس. هذا ناس مو فقره ترى اخواني الاعزاء، مو فقره. سيد العباد يا حبيب قلبي، تعامل ويا الناس زين، تعامل وفق ثقافتك، مو تقول انا بريطاني، تعامل وفق الناس وفق الثقافه، مو تطلع من على العالم. انا قاعد قبل شوي قاعد اسمع انت مان على العالم، القذيفه ما ادري ايش قد. مو مشكلتنا اخي، مو مشكلتنا. المواطن طبب داعش، لو انت وحزبك طببتوا داعش. من اللي طبب داعش؟ طببها المواطن هذا البسيط اللي قاعد بالتجاوز وقاعد شو اسمه بالخيام مال النازحين. من اللي طبب داعش؟ اللي طببها انتم، اللي طببتوها. سياساتكم الخاطئه الفاشله اللي ما عرفتوا تقودون بلد، صار لكم 12 سنه 12 سنه تقودون بلد، انتم كلكم فاشلين، كلكم لا استثني منكم احدا. الان انت تجي تحمل المواطن والله القذيفه ب 50,000، زين عندنا 50,000 دولار القذيفه، وطلعت الطائره تكلفنا من 30 الى 50، من 40 الى 50,000 دولار. ما حد قايل لك اخي الكريم، ما عجبك الوضع قدم استقالتك وتوكل، بنيت مستقبل لك ولاحفادك ولاجيالك من الى يوم القيامه. زين يعني، واذا هذا الجواز البريطاني اللي تتنازلت عنه 200 يورو يرجع لك مره ثانيه. زين، الناس كلها مفتشه باللبن وتعرف هذا الموضوع. لا حد يمنع الشعب العراقي، الشعب العراقي مجملكم من اظفركم وراسكم انهم قعدكم بالبرلمان ومسويك رئيس وزراء. لو ما الاصابع البنفسجيه للمواطن العراقي لا انت ولا امثالك تدخلون البرلمان. زين، لا تمنون على الشعب العراقي، الشعب العراقي هو الذي يمن عليكم، هو اللي يمن عليكم، هو الان يعض اصابع الندم ويعض الاصبع البنفسجي اللي جابكم انتم وامثالكم حتى خلاكم تسيطرون على مقدرات الشعب. وين موازنات تريليون دولار بايعين نفط، وينهن؟ يلا فهمونا اذا كنتم وانتم تدعون الاسلام الزائف الفاشل. طلعونا الحراميه وينهم؟ البارحه تظاهروا عليهم على الكهرباء، بس على الكهرباء وعلى الفساد المالي والاداري وعلى كل شيء. يلا طلعونا اياهم. زين، يطلعون الناس والله ذولا داعش، يطلعون الناس والله ما اعرف ذولا والله هاي مدسوسين. المدسوسين جماعتكم هم اللي يدخلون بالتظاهرات ويدافعون عن كم فاسد موجودين في الحكومه، والكتل السياسيه كلها متورطه لا استثني احدا، كلها متورطه بهذا الفساد المالي والاداري. وكان في التعليق على شماعات الغير دائما، والله ما ادري منو تدخلات خارجيه، بنفتح الباب تدخلات خارجيه انتم وامثالكم.